طب اللي هفاجئكم بيه كمان، مش هفاجئكم يعني حاجه معروفه بس احنا نسينا يعني. امام نفسه قبل ما يروح الزمالك ما كان ماضي للاهلي. بمناسبه زملكاويه امام واهلاويه امام، لا اصله كان زملكاوي الاول وعيلته كلها زملكاويه. اصل اخوه قطعه علشان خاطر راح الاهلي. اصل عيلته قالت يعني هنتبرى منك لو رحت الاهلي. اصل الكلام الكبير قوي ده اللي هو بيدغدغ مشاعر الناس ده. طب ده انا ده امام لما كان في حرس الحدود وهينتقل وجاي له عرض من الاهلي والزمالك وقت ما كان الكابتن محمد فضل هو مدير وفضل نفسه قال كده يعني في تصريحات ليه سابقه. اهو كل الكوره، موقع كل الكوره من فتره كده، من يمكن من سنه ولا حاجه، في 2018 وقبل توقيعه للزمالك امام عاشور وقع على بياض للاحمر قادما من حرس الحدود، ولكن لجنه الكره بالنادي الاهلي رفضته وكان حينها محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي. وريني صوره بس للعقد كده لوحده. عندك صوره للعقد لوحده اهو. ادي بصمه امام اهي، اهي والله. وادي توقيعه اهو اهو. بص، ولو جبت توقيعه، مش احنا كان عندنا نسخه من عقد اللي كان ماضي مع الكابتن حسين لبيب. لو انت جبت توقيع امام على العقد بتاع الكابتن هو نفس العقد وبصمته كمان اهي، واسمه امام عاشور متولي عبد الغني وعلى بياض. يعني العقد ده ما فيهوش ارقام اصلا. الله، هو امام كان اهلاوي ساعتها؟ كان زملكاوي ساعتها وماضي للاهلي في 2018. يعني بمناسبه زملكاويه امام جدا او اهلاويه امام جدا، ده راجل شغلته لعيب كوره خلاص. يعني يا جماعه اخرجوا من الدايره دي اهو. يعني امام لو كان لجنه الكوره وقتها وافقت، مش فاكر كان رفضها ليه في 2018 يعني، لكن يمكن كان في لعيبه كتير ما اعرفش. بس اهو. هل لما راح الزمالك بقى والزمالك عارف ان امام ماضي على عقد مع الاهلي معناها ان الزمالك مبادئه فيها خلل؟